في كل زاوية من زوايا الحياة تختبئ قصص لم تروى بعد، قصص عن حب تحول إلى خيانة، وعن ثقة انتهت بغدر. هنا ستسمعون حكايات تهز القلوب وتكشف لنا أن ليس كل ما يبدو جميلاً يبقى كما هو. مرحباً بكم في عالم الخيانة، عالم الحقيقة المرة. كانت الساعة تقترب من 4 مساء حين تلقيت اتصالاً غير متوقع من سامر، زميل ابني المقرب. صوته كان مثقلاً بالحزن، لكنه حاول أن يبدو عادياً. قال بهمس: خالتي، أنا مش عارف أتصرف، مراتي رجعت عند أهلها والمشاكل بينا بتكبر كل يوم. ممكن تيجي لعندي؟ يمكن وجودك يساعد. في البداية شعرت بالرفض والريبة. أنا امرأة متزوجة وأم، كيف يمكن أن أذهب إلى شقة رجل بمفردي حتى لو كان صديق ابني؟ لكن سامر لم يتوقف عن الرجاء. صوته كان يحمل خليطا من ألم واحتياج. ظل يقنعني أن الأمر بسيط، وأن كل ما يريده أن أكون وسيطا في الحديث مع زوجته. في تلك الليلة فكرت طويلا، ربما لأنني كنت أحتاج للهروب من روتين القاتل. زوجي لم يعد يهتم، يقضي يومه على كورنيش البحر، يلعب الطاولة مع أصدقائه ولا يكاد يكلمني. كنت أشعر أن وجودي في البيت لا قيمة له. أنا امرأة في 46، لكن الجميع يقولون إن مظهري يوحي بأنني أصغر بكثير. كنت خفيفة الروح، أحب الضحك، أرتدي ملابس حيوية وأعيش بروح شابة. في اليوم التالي اهتممت بنفسي كما لم أفعل منذ فترة. وضعت عطرا خفيفا، ارتديت فستانا قديما تركته سنوات. قلبي كان ينبض سريعا، ليس خوفا بل حماسة لشيء مختلف. حين وصلت إلى شقته المطلة على البحر، استقبلني بابتسامة متعبة وعينين غارقتين في الهموم. جلسنا في غرفة المعيشة وكل شيء بدا هادئا أكثر من اللازم. بدأ يحدثني عن زوجته، عن سيطرة والدتها على تفاصيل حياتهما، وعن فتور العلاقة. كنت أستمع وكأنني أستمع لمرآتي. حياتي لم تكن أفضل، كلانا نعيش وحدة وجفافا عاطفيا. قلت له: أنت شاب وتقدر تبدأ من جديد، بس لازم تفكر بعقلك. ابتسم ثم نظر إلي طويلا وقال: وأنت حياتك؟ تلعثمت ثم تمتمت: أنا نسيت طعم الحياة من زمان. لحظة صمت ثقيلة تبادلنا فيها نظرات غريبة. لأول مرة منذ سنوات شعرت أن هناك من يراني امرأة، لا مجرد أم أو زوجة. ثم سألني فجأة: تحسي إنه لو كنا اتقابلنا في ظروف تانية كان ممكن يكون بينا شيء؟ لم أجب، قلبي يرتجف وتركت السؤال يذوب في داخلي. مرت الأيام وبدأ سامر يزورنا كثيرا، أحيانا مع ابني وأحيانا وحده. كان يقول إن كلامي يريحه. كنت أقول لنفسي: أنا أكبر منه ب20 سنة، مستحيل يفكر في كأكثر من خالة. لكنني كنت مخطئة. في إحدى المرات كنا نجلس وحدنا، بدأ يتحدث عن أحلامه وخوفه من الفشل، ثم قال فجأة: نفسي في واحدة تهتم بي، تضحك لي، تبقى خفيفة دم زيك. تجمدت في مكاني، فهمت ما يقصده، لكنني رفضت التصديق. قلت بحزم: أنا متزوجة يا سامر، وأنت زي ابني. هز رأسه وقال: عارف، بس قلبي مش قادر يسمع الكلام. تلك الليلة لم أنم، كلماته ظلت تتردد في عقلي. شعرت أنني على حافة شيء لا أستطيع تعريفه. خطر؟ أم شيء افتقدته منذ زمن؟ ثم جاء اليوم الذي طلب مني أن أذهب إلى بيته بحجة أن أتحدث مع زوجته. وافقت على مضض، لكن حين وصلت كان وحده. ابتسم ابتسامة غامضة وقال: هي خرجت شوية. جلست مرتبكة وأنا أحاول إقناع نفسي أن لا شيء سيء سيحدث، لكن المسافة بيننا بدأت تضيق. قال بصوت واهٍ: كل ما بشوفك بحس إن في أمل. تلك الكلمات اخترقتني. نعم، زوجي كان جسدا بلا روح، لكن هل هذا يبرر أن أفتح بابا لا يجوز؟ حاولت أن أضع الحدود، لكنه اقترب أكثر وقال: أنا مش عايز غير إنك ما تبعديش عني. مرت الليالي وأنا لا أفكر إلا في نظراته، ثم أخبرني أنه طلق زوجته. صدمت، لم أستوعب. وحين دعاني مجددا ذهبت وأنا ضعيفة أبحث عن كلمة حنان. جلس أمامي وقال بوضوح: أنا عايزك. ارتبكت، عقلي كان يصرخ: اهربي، لكن قلبي ظل ساكنا بين يديه. قال لي: أنت لست سعيدة مع زوجك وأنا لست سعيدا، لماذا لا نكون لبعض؟ لم أستطع الرد. خرجت مسرعة وأنا لا أعرف من أكون بعد الآن. الأيام التالية كانت ضبابية. كنت أتهرب من عيني زوجي ومن نفسي، لكن سامر لم يتوقف. كان يرسل رسائل يومية: أنا محتاجك، يومي ما يمشيش من غيرك. بدأت أعيش على كلماته. كنت أفتح الرسائل وأمحوها، ثم أعود أنتظر رسائل جديدة. وفي إحدى الليالي أرسل لي: عايز أشوفك دقيقة بس. نظرت من نافذتي فوجدته واقفا أسفل العمارة، ينظر إلي بصمت. لم أغلق النافذة.
ظللت أراقبه حتى رحل، وقلبي رحل معه، لكن شيئاً ما بدأ ينهار. إحدى صديقاتي قالت لي فجأة: خلي بالك، لحظة ضعف ممكن تدمر كل شيء. الناس ممكن ينسوا، لكن ضميرك مش هيسامحك. كلماتها اخترقتني كالسهم. ثم جاءني خبر أن بعض الجيران رأوني أدخل شقة سامر. كدت أنهار. ماذا لو وصل الكلام لابني؟ ذهبت إليه وقلت بصرامة: أنا مش هقدر أكمل. أنت شاب هتلاقي غيري، وأنا لازم أرجع لنفسي قبل ما أضيع. خرجت من عنده أبكي على شيء جميل بدأ خطأ وكاد يبتلعني. حين عدت إلى البيت وجدت زوجي جالسا أمام التلفاز كعادته. همست: كنت محتاجة حضنك، لكني بحثت عنه في حضن غيرك. لأول مرة شعرت أنني وحيدة حقا. مرت أيام طويلة وأنا أعيد ترتيب نفسي. قطعت كل الطرق المؤدية لسامر. التحقت بدورة تطريز في مركز نسائي على البحر، وبدأت أضحك مع صديقاتي بصدق. زوجي أيضا تغير قليلا، بدأ يسأل عني ويستمع. لم يكن مثاليا، لكنه حاول. ذات مساء ونحن نتناول العشاء نظر إلي وقال: النهاردة شكلك مختلف. ابتسمت وقلت: يمكن لأني قررت أعيش بسلام مع نفسي. أما سامر فقد رحل كما جاء، بصمت. لا أعلم أين هو الآن ولا أحتاج أن أعلم. يكفيني أنه كان درسي واختباري، وأنني خرجت بقلبي سليم وإن كان مجروحا. تعلمت أن أحب نفسي أولا، وألا أبحث عن الدفء في عيون الآخرين قبل أن أشعله في داخلي.